الحمد لله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا طاهرا، سبحانه وتعالى هو الولي الحميد، ونتوب إليه وهو التواب الرحيم، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد خير المبعوثين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد الذي أرسل رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يا رسول الله، نحبك ونفديك، نفديك بأموالنا وأنفسنا وبكل ما نملك. يا رسول الله ويا حبيب الله ويا مصطفى الله. أيها الإخوة، كلنا نعرف في هذه الأيام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله رحمة للعالمين يتعرض لهجمات شنيعة من أعداء الإسلام. كلنا نعرف ذلك، نستمع الأخبار ونتفرج على التلفزيونات ونقرأ الجرائد ونعرف أن ذلك هجمة شرسة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبثون الأكاذيب والأباطيل التي لا سند لها، يصفون رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان رحمة للعالمين، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا الرحمة المهداة. يقولون إنه إرهابي. The Prophet Muhammad, they say he is a terrorist, and the Prophet Muhammad عليه الصلاة والسلام is a terrorist. الرسول عليه الصلاة والسلام ليس إرهابيا كما يصفونه، وليس سفاحا، وإنما هو رحمة للعالمين. إذا نظرنا إلى تاريخه، احنا ندعو للعالم كله، العالم المسلمون وغير المسلمون، أن يتصفحوا تاريخ رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة بحياة، بدماغ مفتوحة، ويشوفوا هل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقوله الأعداء غير المنصفين، أم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. إذا نظرنا إلى تاريخ رسول الله صلى الله عليه وسلم، نريد أن نأخذ القبسات القليلة التي تدلنا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام, he will be attacked from the enemy of the Islam, and they say he is terrorist, and the Prophet Muhammad عليه الصلاة والسلام is not a terrorist. Everyone, he look the seerah Prophet Muhammad عليه الصلاة والسلام, they saw the Prophet Muhammad عليه الصلاة والسلام mercy and merciful. إنه رحمة المهداة، رحمة للعالمين جمعاء. The Prophet Muhammad عليه الصلاة والسلام teach us to live our non-Muslim peaceful. أن الرسول صلى الله عليه وسلم الجار، إن للجار له حق، حتى الجار الكافر له حق الجوار. الجار فيه جار له حق، وجار له حقان، وجار له ثلاثة حقوق. If your neighbor is a non-Muslim, he has right to live with him peaceful. And this is تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم. The Prophet Muhammad teaches us the rule of the war. أن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يرسل القوات إلى الجهاد يقول: لا تقطعوا شجرة، لا تقتلوا طفلا ولا امرأة ولا شيخا، ولا تهدموا كنيسة. هذا هي تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين الإرهاب من ذلك؟ The Prophet Muhammad say, in the war, if you go into the war, don't kill the children, don't kill the women, don't kill the elder people.
Don't cut down the trees. This is تعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، ويقول في الحديث الشريف: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذا في الحديث الشريف، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. انظروا هذه القبسات التي نأخذها من سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذا خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا، هو عاش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فترة طويلة ويحدثنا عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: إني عشت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الفترة الطويلة، ومع ذلك لم يقل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فعلته لما فعلت. انظر. وشيئا لم أفعله لم يقل لي لما تفعل، لما لا تفعل. انظر أي أخلاق هذا، هذه الأخلاق العظيمة. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم، وكلهم من رسول الله مقتبس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأخلاق العظيمة التي لو العالم طبق لعاش العالم في هناء، ولعاش العالم في سعادة، ولعاش العالم في رخاء. الرسول صلى الله عليه وسلم عاش في مكة 13 عاما، تجرع أنواع العذاب، تجرع الأذى، تجرع كل أصناف الحقد والحسد مع كفار قريش. ومع ذلك في فتح مكة الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقود 10,000 من الجنود، 10,000، قوة عظيمة لم تشهد تاريخ البشرية في ذلك الوقت. 10,000 قوة مدرعة مجهزة. ولما فتح مكة، من في مكة؟ في مكة الذين آذوه وعذبوه، ومع ذلك خطب له وقال: يا قريش، أمامهم ويعرفون: ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ ماذا تظنون؟ وكل واحد تفكر قليلا، وأصبحت أمامه شريطا من الذكريات، كيف آذى وكيف عذب وكيف عذب الصحابة، شريطا من الذكريات، وقرر أنه سيقتل. وهذه عدالة، لو قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عدالة. ومع ذلك لما سكت عنهم دقيقة قال: ماذا تظنون أني فاعل بكم يا قريش؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. هل حدث ذلك في تاريخ البشرية؟ حتى الآن لم تحدث. اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين الإرهاب يا عالم؟ من هذا التاريخ العطرة لا يمكن أن تجد نقطة سوداء في تاريخ رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر من مكة ذهب إلى الطائف لينشر الدعوة الإسلامية. فلما وصل الطائف، أهل الطائف ماذا عملوا؟ أغروا عليه السفهاء والمجانين والأطفال ليضربوه بالحجارة. الرسول عليه الصلاة والسلام ضرب بالحجارة حتى سال الدم الشريف من رأسه إلى أحمص قدميه. فالرسول عليه الصلاة والسلام حزن حزنا شديد، وأرسل شكواه إلى الله سبحانه وتعالى مباشرة، ودعا بالدعاء المشهور قائلا: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا رب المستضعفين إلى من تكلني؟ إلى طارد يطردني أو إلى عدو يتهجم